من بعد ما قضى أيام في دمشق، مدينة العلم والناس والجوامع ومجالس الذكر، جا وقت الرحيل الكبير. كان بن بطوطة عارف أن الطريق من هنا ماشي بحال الطرق اللي فاتت. هنا كتبدا قافلة الحج الشامي، أكبر قافلة في ذاك الزمان. مئات الناس من شيوخ ونساء وشباب من المغرب ومصر والشام والأناضول، كلهم قلبهم معلق بالكعبة وبالطريق اللي غادي يقربهم الله سبحانه. خرجت القافلة من باب النصر في دمشق مع بداية شهر ذو القعدة. الناس كلهم مجتمعين، فيهم رهبة وفيهم فرحة، الدعاء والتكبير والدموع وعيون كتقلب في السماء. أول مرحلة ضرعة، ومن بعدها معان، ثم العقبة. الطريق كانت طويلة ولكن منظمة. كل نهار كانوا يقطعوا مسافة، وكل ليلة كان يباتوا في مكان جديد. السلطان كان موفر الحماية للقافلة، فرسان وجند وناس كيسهروا على الماء والماكلة. في كل محطة كان بن بطوطة كيشوف شي جديد، قبائل كترحب بالحجاج وأسواق موسمية في جنب الطريق. من بعد أسابيع من الترحال وصلوا لتبوك، ومن تما بدات الأرض لونها كيتبدل، والصخر كيزيد والحرارة كتشتد، ولكن القلوب كانت عامرة بالصبر. كل واحد فيهم كان كيشوف مكة في عينيه ولو كانت بعيدة. من بعد ما قضى أيام في الطريق من الشام، ومن بعد ما قاست القافلة الصبر والعطش في الصحراء، وصل بن بطوطة لوحدة من أعظم المحطات في الرحلة ديالو، المدينة المنورة، أرض النور والسكينة والمحبة. دخلها بقلب كيخفق، وعيونهم عمرهم ما شافوا جمال بحال هذاك. ما كانش بحال باقي المدن. هنا كل زقاق فيه أثار، كل جدار، كل نخلة، كل نسمة في الهواء كتحكي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دار مشى للمسجد النبوي، وقف قدام الروضة وسجد وبكى. وقف قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا أبو بكر وعمر. كان في حضرة عاطرة، في حضرة الطهر والكمال. بقى فيها أيام يصلي، يسمع الخطاب ويتأمل. وكانت المدينة في ذاك الوقت فيها الزوار من كل بلاد الإسلام، فقيه من بخارى، تاجر من الهند، صوفي من الأندلس، وكلهم كيجمعوا من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. من بعد شد الطريق في قافلة صغيرة نحو مكة. الحرارة كانت كتشوي الأرض، ولكن العزيمة كانت قوة. الطريق بين المدينة ومكة كان صعيبة، جبال وديان وساعات طويلة في الصمت. ولكن بن بطوطة ما كانش كيشوف غير تعب الطريق، كان كيشوف الحلم كيقرب، كيشوف الكعبة في مخيلته. حتى جا النهار العظيم، وصلوا المرتفعات تيبان من وراها مكة. شاف الكعبة لأول مرة، البيت العتيق، السواد الشريف، الباب العالي والمقام، والحرم عامر بالناس، والقلوب كلها خاشعة ساكتة. داك اللحظة ما كانش بحال شي لحظة في حياته كاملة. سجد وبكى، وحس براسو صغير قدام عظمة الخالق. حس بالطمأنينة، وبأن الرحلة ماشي فقط خطوة نحو مكة، ولكن خطوة نحو الله سبحانه وتعالى. وبين طواف وطواف، وبين صلاة ودعاء، بدا كيشوف الحياة اليومية كيف اللي راه في مكة. ماشي غير كيتعبد، ولكن كيتأمل، كيتفكر، وكيتعلم من الناس ومن العيشة ديالهم. شاف كيفاش الناس عايشين، اشنو كيلبسوا واشنو كياكلوا. وقال في وصف الآل مكة: وآل مكة لا يأكلون في اليوم إلا مرة واحدة بعد العصر، ويقتصرون عليها إلى مثل ذلك الوقت، ومن أراد الأكل في سائر النهار أكل التمر، ولذلك صحت أبدانهم وقلت فيهم الأمراض والعاهات. عيشة بسيطة ولكن فيها بركة، لا إسراف لا تكلف، التمر والماء والعبادة، وهذا الشيء كافي باش تعيش مرتاح.